ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال يا رب، وتتمنوا يا رب الخير كله ليكوا وولادكم يا رب، ويتحققوا أمنياتكم. آه النهاردة هنسمي بسم الله. يلا بينا، تعالوا اقولك هنعمل ايه النهاردة. طبعا شفتوا في اول الفيديو سمك بلطي وسردينة خضراء. طبعا الحاجة بتنضف السمك البلطي وهتغسله وتنقعه كده بمية وبملح وليمون، وانا هكمل على الباقي. يعني انا الصراحة يا ليتني نايمة نضفته وكانت هتقليه، بس سابته يتنقع شوية. بس هي قالت بقى ايه، على ما يتنقع شوية اقوم اعمله. انا صحيت لقيتها نايم والسمك منقوع في المية، فخليت عندي دم وقلت انا بقى اكمل على الباقي يعني. تمام، فقلت سيبها نايمة، سبتها نايمة بقى. طبعا بصوا، دي سردينة خضرا، كنت جايبة كيلو، خليت ماما نصهم وسابت نصهم تقليه. يعني بتحبها جدا، سمكة كبيرة جدا يعني. بصوا السمكة الكبيرة قد ايه، بس هي بس ايه مش باينة في الكاميرا كويس، بس هي اصلا اطول من ايدي، من كف ايدي يعني. دلوقتي بعد ما ماما غسلت السمك وسابته يتنقع بمية وملح وليمون وكده، وحطيت عليه مية الرز، انا صفيته تماما والتتبيله بتاعتنا، وخلصت السلطه طبعا والرز على النار، وبطاطس المحمره كمان تحمر. طبق بطاطس كده صغنون اتحط جنب الاكل يعني. بصراحه كانت اكل عسل، والسمك كان طعمه حلو زي السكر. الرز اهو، احنا بنسلق رز النهارده، هعمل رز ابيض. غسلته كويس جدا وحطيت عليه ميه وملح وشويه زيت بس. والبطاطس قربت تطلع، لما تخلص هكون انا ملحت السمك. دي دقة توم وفلفل اخضر وملح وكمون، السمك روحه الكمون. تمام تمام. هملحه كله، بس خلي بالك ما تحطيش تمليحة كتير عشان خاطر ما يبقاش حريق معاك. خلي التمليحة مظبوطة كده، حاجات بسيطة كده يعني في بطن السمكة. بس السمكة معاكي لو كبيرة خالص ممكن، بص بعمل دي ازاي صغننة اوي، بعملها برفق عشان خاطر السمك ده ايه طري ما بيستحملش، بيتهري معايا بسرعة. حان وقت مرحلة الدقيق. الدقيق طبعا احنا خلصنا البطاطس، قلت احمر بطاطس طرحة كده قبل السمك ايه ما يتزفر، واحط السمك يعني قبل الطاسة قصدي ما تتصفر. عشان الزيت يبقى نضيف معايا وانا بعمل البطاطس. بعد كده هيتزفر بقى خلاص، مش ينفعش اعمل فيه ايه، اقلي فيه بطاطس تاني. انا كده طبعا الطاسة بتاعتك عشان صغننة هتاخد 3 سمكات ب3 سمكات. كانت تاني طرحة، عملت طرحتين كده مش عارفة 3، وجهزت السلطة. ودي بقى مرحلة السمك السردينة. هو جايب طول الطاسة عامة يعني، دي اكبر طاسة في الطاسات اللي عندي. ماما جايبالي 3 طاسات فوق بعض، دي اكبر واحدة. بصوا السمكة طالعة كريسبي وجميلة ازاي محرمشة، مش ناشفة يعني، طعمها جميل جدا جدا جدا، بس كلها شوك. مش عارفة بتاكلوها ازاي. امي بتموت فيها، ساعات تقليها ساعات تعملها في صينية، وهي خليتها معاكم، وهبقى اوريكم ايه طريقة التخليل. كده الرز خلص زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو. انا بسيبه اول ما يتشرب خالص، بعد كده هدي عليه النار تماما واسيبه بقى ايه يعيش مع نفسه. عندك حتة زبدة حطها على وش الرز في الحلة، هيديها طعم جميل.